السلام عليكم. حلقة النهاردة 3 أجزاء. أول حاجة هنتكلم على دراج ريسنج، رياضة تسارع السيارات، تكملة للحلقة اللي فاتت. هنبص يعني إيه دراج ريسنج، الأرقام بتاعته دي بتعبر عن إيه، شكله عامل إزاي. وفي الجزء الثاني هنبص على شوية فيديوهات لدراج ريسز ما بين العربيات، سباقات تسارع، ونشوف إزاي ممكن رقم قليل، فرق تسارع مثلا نص ثانية أو ثانية، يبدو للوهلة الأولى إن هو حاجة قليلة، بس شكله في الحقيقة عامل إزاي. وفي الجزء الثالث والأخير هنتكلم على دراجي كده بسرعة ونبص عليه ونشوف الأبليكيشن عاملة إزاي وبيستعمل إزاي. أنا محمد شفيق، يلا بينا. في الحلقة اللي فاتت بدأنا الكلام عن التسارع وأثبتنا فيها الآتي: رقم 1، رقم 0 ل100 ده لا يعبر عن أداء العربية بالكلية. الرقم ده في حالة إن العربية مش رباعي وقوية كفاية، ممكن يتغير تغير كبير باختلاف الظروف. رقم 2، الجر الأمامي فاشل تماما في التسارع، بالذات لو العربية قوية أو بتطلع عزم كويس. ورقم 3، إن في وسائل أحسن لحساب تسارع السيارات بعيد عن اللونش كنترول والغش بتاعها، زي ال100 ل200 أو ما بعد ذلك. والنهاردة هنكمل بقى على الكلام اللي فات ده ونشوف معاني الأرقام شكلها عامل إزاي. أول حاجة هنبدأ بيها الدراج ريسنج. ليه اخترنا دراج ريسنج؟ لأن دراج ريسنج رياضة السيارات الوحيدة اللي بتاعنا بالتسارع بس بتاع العربية من غير أي حاجة تاني. السباقات التانية بيبقى فيها هاندلينج، بيبقى فيها ملفات، بيبقى فيها تسارع، فرامل، كاوتش، فيها حاجات كتير. لكن الدراج ريسنج فقط هو تسارع في خط مستقيم، فده انسب حاجه نكمل بيها كلامنا عن الحلقه اللي فاتت. مصطلح الدراج ريسنج ده جه منين؟ ان انت تدراج حاجه معناها ان انت تجر حاجه. فين قصه الجر في الموضوع؟ كانت الخيول زمان بتجر الات علشان تمهد الطريق، زي الحاجات اللي احنا بنسفلت بيها الطريق بس حاجات قديمه. فالحاجه اللي الخيل بتجرها دي اللي بتدراجها وراها، فكانوا بيسموا مثلا الشارع الممهد المين دراج بتاعهم اللي هو المين ستريت، هو ده اسمه ايه؟ الدراج. فبالتالي كلمه دراج دي استعملت للطريق، فالدراج ريسنج هو الستريت ريسنج. احنا مش بنقول نتسابق في الشوارع، احنا بنتكلم على اصل الكلمه جه منين. وعلى ما ظهرت المؤسسات اللي قننت الدراج ريسنج في الثلاثينات والاربعينات، وبعد كده بقى في تراكات مخصوص للتسارع في خط مستقيم. التراك ده بيطلق عليه دراج ستريب. تعال نبص هو عباره عن ايه وشكله عامل ازاي. الدراج ستريب في العاده بيبقى طوله ربع ميل. برضو من باب العلم بالشيء، انت الربع ميل ده لو وقفت فيه طابور عربيات في ظهر بعض هياخد حوالي 90 عربيه. زي ما انت شايف الصوره اللي قدامك كده، انا راسم لك مثال للدراج ستريب دي، طبعا مش تو سكيل لكن بس علشان نوضح الفكره. الربع ميل اللي هو 1320 قدم، اللي هو حوالي 400 متر. انا في قصه الامتار دي هقرب. ده ببساطه شكل الدراج ستريب. عندنا عربيتين بيبداوا في الاول عند خط البدايه، بيعملوا البيرن اوت بتاعتهم في الووتر بوكس. الميه اللي محطوطه في الووتر بوكس دي بس علشان تسهل بدايه البيرن اوت، ان العجل يلف حوالين نفسه، لان الارض زي ما انت شفت في الحلقه اللي فاتت لزجه جدا عامله زي الغره، وبيستعملوا كاوتش التماسك بتاعه عالي جدا، فعلشان بس يسهل بدايه البيرن اوت بيعدي على الميه دي علشان الكاوتش يتزحلق في الاول. وبعد كده عندك في خط البدايه هتلاقي فيه خطين قريبين قوي من بعض. الخطين دول اللي هم بتوع الستيجنج، مش عايزين نخش في التفاصيل دي علشان ما تهمناش قوي. بيقفوا. بعد كده عندك الشجره اللي بيسموها كريسماس تري، دي فيها اللمض الصفراء والخضراء اللي بتعد بدايه السباق، واللمبه الحمراء اللي بتقول ان حد عمل ريد لايت، بس دي مش قصتنا دلوقتي. والسرعه اللي بينوروا بيهم، هم بينوروا مع بعض ولا ورا بعض وبينهم قد ايه، دي قصه مش تبعنا دلوقتي. بعد كده العربيتين بينطلقوا من الثبات مع بعض. اول خط بيقطعوه بيتقاس عنده الوقت، بيسموه خط ال60 قدم، 18 متر، ودي هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه. وبعد كده هيبقى عندك ال330 قدم اللي هي 100 متر. الخط اللي بعديه عند ال8 ميل نص التراك، والخط الاخراني عند الربع ميل او ال400 متر، دي نهايه التراك ال1320 قدم. وعند كل لقطه من دول بياخد الوقت بتاعه والسرعه بتاعته، ما عدا ال60 قدم بس بياخد الوقت عندها. وفي اخر التراك هيبقى في حاجه اسمها الشات داون اريا، دي المساحه اللي بيفرملوا فيها او بيهدوا فيها سرعه العربيه، لان في عربيات ممكن توصل في الربع ميل تعدي ال 500 و 600 كيلو في الساعه. بس طبعا مش كل العربيات بتعمل كده. متوسط سرعات العربيات في المناطق دي بتبقى في حدود 200 كيلو متر في الساعه لغايه 300 400 كيلو متر في الساعه. لكن ال 500 وال 600 دول استثناءات، دي عربيات بتجيب السرعه دي في اقل من 4 ثواني، في 3 ثواني وشويه بيكون جايب 500 وشويه كيلو متر في الساعه. هو السواق حرفيا بيبقى راكب توربيد. طيب نيجي للي يخصنا بقى في قصه التسارع. اول حته اللي انا وريتها لك دي حته ال60 قدم، ال 18 متر. زي ما انت شايف دي حته قصيره جدا، ما تكملش 5% من طول التراك كله، لكن دي من اهم الحاجات اللي بيعتني بيها الدراج ريسرز. ليه؟ لان هو كل همه ان هو ينطلق من الثبات للحركه باسرع وسيله ممكنه، وكل 10 ثانيه في حته ال60 قدم دي بيغير السباق تماما. تعالى كده نتكلم شويه ارقام. يعني ايه 10 ثانيه؟ 10 ثانيه دي اسرع وقت ممكن ترمش فيه بعينك. انت متخيل هي قصيره قد ايه؟ كتير من السباقات بتاعتهم بيتحدد مصيرها عن طريق ال60 قدم دول، ال 18 متر اللي في الاول. هو جاب وقت فيهم شكله عامل ازاي؟ في عربيات بتبذل قصارى جهدها انها تجيب احسن واقل وقت في ال60 قدم دول، وممكن ما يبقاش عنده هورس باور كفايه ان هو يجيب سرعه عاليه عند الربع ميل،
بس يوصل بدري. ليه؟ لان هو شبه نط من الثبات للمنطقه دي، شبه نطها في وقت قليل جدا، في حين ان ممكن عربيه تانية اقوى منه بس تاخد وقت في الطلعه، طلعتها ما تبقاش بنفس السرعه، ويبتدي يجمع سرعه فوق علشان عنده هورس باور عالي. وطبعا احسن حاجه ان العربيه اللي عندها هورس باور عالي تعرف تطلع من الثبات احسن طلعه في الدنيا، وده الصراع اليومي بتاعهم زي ما قلت لك برضو في الحلقه اللي فاتت. نرجع تاني للعشر ثانيه، عربيه بتخلص ربع ميل في 14 ثانيه والتانيه بتخلصه في 13.9، الفرق بينهم تقريبا حوالي طول عربيه. ودي غلطه مشهوره عند الناس، قصه ان الفرق بين عربيتين عربيه ده مش معناها انك انت تعرف تحط بينهم عربيه. العربيتين لو جنب بعض كده اهو دول قد بعض بالظبط مفيش فرق. طيب فرق بينهم عربيه يعني بوز العربيه التانيه عند ظهر العربيه الاولانيه، ده اسمه فرق عربيه. هتحط بينهم عربيه كمان في النص، ده اسمه فرق عربيتين مش عربيه. تمام كده؟ فيبقى دلوقتي في نهايه الدراج عندنا 14 ثانيه و13.9، هيبقوا شكلهم عامل كده اهو، ده 0.1 سكند، وكل 0.1 سكند تقريبا تقدر ترجعه عربيه بالتقريب. يبقى ال 10 ثانيه اللي هي رمشه عين في الربع ميل دي بتفرق عربيه. نيجي بقى ل 60 قدم، لو العربيه بتقطع المسافه دي في ثانيتين ونزلنا 10 ثانيه من الثانيتين دول، الثانيتين خليناهم 1.9، هتفرق قد ايه عند خط النهايه؟ 7/10 في الثانية. أنا أظن إن أنت ما كنتش متصور الفرق كبير كده. 10 ثانية في 60 قدم في نطة العربية من الثبات للحركة، ده يعمل لك 7/10 ثانية في الربع ميل. انزل 10 ثانية كمان يعمل لك حوالي 1.4 أو 1.5. أنت متخيل العربية بتجيب الربع ميل في 12 ثانية والتانية بتجيبه في 13.5. الفرق بينهم إن واحدة فيهم قطعت ال60 قدم دول في ثانيتين، التانية قطعته في 1.8. فكل 10 ثانية رمشة عين في ال60 قدم بيغير شكل النهاية تماما. حط مع كده بقى فروق هورس باور وعربيات أسرع وحاجات زي كده، هتلاقي زي ما هتشوف في الفيديوهات الجاية فروق ما تتخيلهاش من أوقات قليلة جدا. وهنشوف دلوقتي حاجة اسمها تايم سليبس، الورقة اللي بياخدوها بعد ما يخلصوا الربع ميل بيبقى مكتوب فيها ايه، واوري لك شويه ارقام لبعض العربيات العاديه وبعض العربيات السريعه جدا. المثال اللي انا وريته لك بتاع الدراج ستريب من شويه، تعالى نفترض ان هي دي الارقام بتاعته ونبص عليها. فانت هتلاقي عندك العربيه الحمراء خلصت في 12 ثانيه، الثانيه خلصت في 16.6، ده الربع ميل. السرعه تحت دي 180 كم في الساعه والثانيه تقريبا 130 كم في الساعه. تعالى بص على زمن ال8 ميل، العربيه الاولانيه في 7.7، يعني نقول تقريبا 8 ثواني. ال8 ثواني دول قد ايه من ال12 ثانيه؟ دول حوالي التلتين. يبقى هي العربية أخدت تلتين الوقت علشان تقطع نص التراك وتلت الوقت علشان تقطع باقي التراك. خليك فاكر القاعدة دي لما نيجي نبص على التايم سليبس اللي جاية. وتعالى بص على العربية السريعة، كان سرعتها 91 ميل في الساعة عند نص التراك، وجمعت حوالي 24 ميل في الساعة ما بين نص التراك وآخر التراك، 24 ميل في الساعة. بص على العربية التانية يا دوبك جمعت 15 ميل في الساعة، فده برضو يوري لك فرق الهورس باور ما بين العربيتين بعيد عن الطلعة. تعال بقى نبص على وقت ال60 قدم، العربية الحمراء عملت 60 قدم في 1.7، والعربية التانية عملته في حوالي 2.4. وزي ما قلت لك 10 ثانية بيعمل فرق كبير في نهاية التراك، فما بالك بالفرق ده كله. وعلشان برضو يبقى عندنا تخيل للأرقام، فاكر العربية اللي وريتها لك في الفيديو اللي فات في المقدمة؟ العربية دي بتعمل 60 قدم في حوالي 2.5، وده رقم كويس بالنسبة للعربية أمامي. العربيات الرباعي في نفس مستوى الباور ممكن تنزل ل 2.2، 2.1، حاجه زي كده. العربيات الرباعي الصواريخ زي بورش مثلا 911 تربو اس، بص على التايم سليب ده، احنا بنتكلم في 1.5 ثانية. وتعال نكمل برضو التايم سليب بتاع البورش، الربع ميل بتاعها في 10.2، وبتخلصه تقريبا على سرعه 205 كم في الساعه. ال60 قدم زي ما قلنا 1.5، ال8 ميل 6 ثواني ونص، يعني قرب التلتين برضو. وسيبك من رقم السرعه اللي عند ال8 ميل ده كان فيه مشكله. طيب تخيل بقى لو ال1.4 دي نزلت ل1.0 او 1.1. العربيات التوب في الدراج ريسنج ال60 قدم بتاعتهم بتبقى 1.0 او 1.1، ولما نيجي للفيديوهات هفرجك ال1.1 دي شكلها عامل ازاي في الطلعه. طيب في رقم ناقص انا ما قلتلكش عليه، حاجه اسمها الرياكشن تايم، وده هتلاقيه اول رقم مكتوب في التايم سليب اللي هو 0.06 سكند. الرياكشن تايم ده هو الوقت ما بين اخر لمبه ما تنور وما بين العجل بتاعك ما يقطع خط الليزر اللي بيبدا التايمر، اللي بيبدا العداد. ففي الدراج ريسنج الرياكشن تايم ده بيتضاف على وقت الربع ميل، يعني ممكن عربيتين بيجيبوا الربع ميل في 10 ثواني بالظبط، واحده فيهم طلعت على طول اول ما اخر لمبه نورت الرياكشن تايم بتاعها 0، والتانية فضلت قاعدة ثانية كاملة وبعدين اتحركت. دي قطعت الربع ميل في 10 ثواني ودي قطعت الربع ميل في 10 ثواني. لكن لو حسبت الوقت من ساعة آخر لمبة ما نورت هتلاقي إن واحدة خلصت في 10 ثواني والتانية خلصت في 11 ثانية. فخلي بالك الرياكشن تايم في الدراج ريسنج ممكن يكسب عربية أبطأ لو التاني اتأخر في الطلعة. وتعال نبص بقى على تايم سليب بتاع عربيات من التوب زي ما كنت بتكلم معاك. احنا بنتكلم عربيات بتجيب الربع ميل في 5 ثواني. عندك أول عربية زي ما أنت شايف 268 ميل في الساعة، يعني 430 كم في الساعة، والتانية عيني غلبانة جنبها يا دوبك 400 كم في الساعة بس. واحدة في 5.6، التانية في 5.8.
تعال بقى نبص على التمن ميل نص المسافة. الخمسة وستة دي عند التمن ميل قطعته في 3.7 والتانية قطعته في 3.9. شايف بقى السرعة كانت كام عند التمن ميل؟ 212 ميل في الساعة، يعني حوالي 340 كيلومتر في الساعة، والتانية حوالي 320 كيلومتر في الساعة في التمن ميل في نص المسافة في 200 متر بس. فهي النطة والطلعة وان انت تقطع اول جزء من التراك بأقصى سرعة ممكنة، بقية التراك بيجي بسهولة، بقية التراك بتجمع فيه سرعة وما بتكسبش فيه او ما بتعرفش توفر فيه وقت كبير قوي. يعني لو جينا واخدنا العربية الاولانية دي بتاعت ال5.6، لو قطعت التمن ميل في 3.7 وقام سايب بنزين عند التمن ميل، هيخلص التراك بتاعه في حوالي 6 ثواني، اللي هو رقم عربيات 3000 حصان بتموت نفسها وتحارم عليه علشان توصل لل6 ثواني دول. ده مجرد بس هيتصارع نص التراك ويسيب بنزين. علشان كده لما تشوف رقم ربع ميل بقى لعربيات عادية، عربية منهم مثلا امامي، توقع ان الرقم ده هيكون سيء جدا، لان العربية الامامي هي خلقتها كده، طلعتها هتبقى وحشة جدا، فعمرها ما هتجيب رقم ربع ميل كويس. ليه؟ زي ما انت شفت رقم الربع ميل مبني على الطلعه، حتى لو عرفت تجمع سرعه فوق هي الطلعه كل حاجه، حين ان ممكن عربيه رباعي بباور اقل منها تجيب ربع ميل احسن منها بحبه حلوين. ليه؟ علشان الطلعه بتاعته ممتازه. مش عايز اطول في الحته بتاعه التايم سليبس دي، تعالى بقى ننقل على الجزء الثاني ونتفرج على شويه فيديوهات. قبل ما نشوف اول فيديو هديلك سؤال. عندي عربيتين بيتسارعوا من 0 ل100 في 5 ثواني. تفتكر دلوقتي لو العربيتين دول بدأوا مع بعض بالملي، لما يجيبوا سرعه 100 كيلومتر في الساعه هيبقوا جنب بعض، ولا ممكن فيهم واحده تبقى فرق عن التاني؟ فكر كده فيها وقول لي ايه رايك. طيب لو قلت لك ان واحده في العربيتين دول امامي والتانيه رباعي، والاتنين بيجيبوا من 0 ل 100 في 5 ثواني بالظبط، واحده قويه والتانيه طلعتها حلوه، تفتكر مين هيبقى فين؟ الإجابة إن رباعي هتكون جايبة ال 100 كيلومتر في الساعة قدام العربية التانية. بس رباعي انطلقت في ال5 ثواني دول وقطعت مسافة كبيرة وجابت سرعة ال 100 كيلومتر في الساعة. التانية علشان طلعتها مش efficient قوي، لكن هي أقوى منها، جابت ال 100 كيلومتر في الساعة في 5 ثواني لكن كانت وراها. ولو مش قادر تتخيل المثال ده، تعال بقى نتفرج على الفيديو اللي جاي ده. زي ما انت شفت كده العربية الخضراء انطلقت احسن من العربية البيضاء. مش بس كده، الرياكشن تايم بتاعه كان احسن من العربية البيضاء، ووصل للربع ميل قبل العربية البيضاء، مع ان العربية البيضاء اقوى واسرع منه بكتير، وكانت فرق عنه حوالي 40 ميل في الساعة في نهاية الربع ميل. 40 ميل في الساعة دول يعني 60 كيلومتر في الساعة، فرق كبير جدا على المسافة دي. وبالرغم من ان هو قطع الربع ميل في وقت اقل منه 7.3 مقابل 7.5، فالعربية الخضراء الرياكشن تايم بتاعها كان أحسن، ووصل لنهاية الربع ميل قبل العربية البيضاء، مع إن العربية البيضاء قطعت المسافة دي في وقت أقل. فأنا عايزك بس تفصل ما بين حاجة اسمها كويك وحاجة اسمها فاست. كويك يعني بتوصل في وقت قصير، بتقطع المسافة في وقت قليل، مش بالضرورة تكون أسرع حاجة في نهاية المسافة. فاست كار يعني عربية بتجيب سرعة عالية جدا، قطعت نفس المسافة في نفس الوقت تقريبا لكن بسرعة أعلى بحبة حلوين. فنرجع للمثال اللي سألتك عليه، التسارع من 0 ل 100 في 5 ثواني. العربية الخضراء والعربية البيضاء اللي انت شفتهم دول، الخضراء زي ما قلت لك خلصت عند سرعة كام؟ خلصت عند سرعة حوالي 150 ميل في الساعة. طيب العربية البيضاء مخلصة عند سرعة حوالي 190 ميل في الساعة. يبقى لما كانت على سرعة 150 ميل في الساعة زيها زي العربية الخضراء، كانت فين؟ كانت قبل نهاية الربع ميل. ليه؟ بسبب فرق الطلعة. في الفيديو التاني ده تعال نبص على شكل عربية بتقطع 60 قدم في 1.1، شكلها بيبقى عامل ازاي في الطلعة بتاعتها. والفيديو الجاي ده هيوري لك فرق 8 من الثانية في الربع ميل شكلها عامل ازاي. طيب تعال نقلل الوقت ده لنص ثانية في الربع ميل، بس نجيب عربيات أسرع شوية ونشوف شكله عامل ازاي. وصلت الفكرة؟ تعال بقى اوري لك تسارع من 0 ل 100 فرق ثانية ما بين عربيتين، هيبقى شكله عامل ازاي؟ فزي ما انت شايف كلمة ثانية او نص ثانية او 8 من 10 ثانية دي مش قليلة خالص. كوقت تحس انها قليل، ايه يعني فرق نص ثانية ولا ثانية، لكن على ارض الواقع فرق كبير قوي. وتعالى بقى نبص على مقطعين كده على عربيات بيبداوا رولينج ستارت مش من الثبات، بعيد عن الطلعة خالص. هنبص على ارقام التسارع من 100 كيلومتر في الساعة ل 200 كيلومتر في الساعة اللي اتكلمنا عليها
في الحلقة اللي فاتت. في المقطع الأولاني ده عندنا عربيتين ماكلارين الاتنين 1000 حصان تقريبا، واحدة فيهم بتجيب ال 100 ل 200 في 4 ثواني، التانية في 4.4 فرق 4 ثانية ده هيبقى شكله عامل ازاي في ربع ميل؟ احنا بنتكلم بعيد عن الطلعة خالص، العربيتين مجمعين وفول بوست ومنطلقين وكل حاجة، وفرق 4 ل 200 عامل فرق 3 عربيات. واخر فيديو هفرجهولك ده فيديو درامي شوية لعربيتين بورش، واحدة منهم ES 900 باكج والتانية ES 1300 باكج. انا قلت لك قبل كده انا بحب شركة ES موتور UK دي جدا ومتابعهم، وهم دماغهم حلوة في الفيديوهات بتاعتهم، وعملوا الفيديو ده علشان يوروا الفرق ما بين العربيتين دول نص ثانية 100 ل 200 شكلها عامل ازاي على الارض ما بين العربيتين. طبعا ال ES 1300 ما كانتش شغالة فول باور، كانت شغالة بامب فيول بس، فما كانتش بكامل الطاقة بتاعتها. انا لما اتفرجت على الفيديو ده جالي ذهول، ياه النص ثانيه تعمل كل الفرق ده، دي في دوله ودي في دوله تانية خالص، مش في نفس الشارع حتى. وبكده دي نهايه الجزء الثاني. تعالى بقى نبص على دراجي مع بعض. دراجي زي ما انت شايف كده هو الجهاز الصغير اللي انت بتشتريه ده، بيبقى جواه بطاريه بتتشحن، القاعده بتاعته فيها مغناطيس علشان تلزقه على حاجه معدن يبقى ثابت عليها. هو ده الجهاز اول عن اخر، مجرد ما بتوصله بالموبايل بتلاقيه بينور ازرق. الجهاز ادق شويه من الجي بي اس بتاع الموبايل، في منه نسختين، النسخه الاولانيه اسمها دراجي 69، النسخه الجديده اسمها دراجي 70. في شويه فروق بسيطه ما بينهم، لكن الاثنين بيأدوا نفس الوظيفه من ناحيه التسارع. الجهاز ده المفروض يتحط في حته تبقى شايفه السما كويس. انت اول ما بتفتح الابلكيشن بتاع دراجي زي ما انت شايف كده، بتدوس كونكت، بتلاقي جهاز دراجي صاحي من النوم منور ازرق، ما فيهوش زرار تشغله اون واوف ولا اي حاجه، هو طول الوقت صاحي بس فلو باور مود، مستني اي حد يتوصل بيه. بعد ما بتوصله الموبايل بيبتدي يبعت له شويه معلومات عن الساتلايتس واماكنها فين، زي ابديت من على الانترنت في اخر اماكن للساتلايتس علشان يتوصل بيها على طول ويلقط سيجنال على طول. تقدر تشوف من هنا مستوى البطاريه، السيجنال مع الساتلايتس شكلها عامل ازاي، وتقدر تعمل له ديسكونكت. ولو معاك او مع حد من زمايلك موبايل تاني وعايز توصله حالا بيه، لازم تعمل من موبايلك ديسكونكت الاول، لان الموبايل التاني لو جه يعمل كونكت وهو وصل على موبايلك مش هيظهر عنده. بعد كده مجرد ما بيلقط سيجنال من الساتلايت بيبتدي يكتب لك السرعه بتاعتك، بيحسب لك المسافه، وهو كده خلاص جاهز ان هو يعد كل الحاجات اللي انت مختارها جواه، سواء بقى ربع ميل، 8 ميل، 0 ل 100، 100 ل 200، 200 ل 250، 100 ل 0، كل الحاجات اللي انت مختارها جوه زي ما انت شايف في المنيو دي. انت بتعلم الحاجات اللي انت عايزه يحسبها وبتتحرك بالعربيه على طول. مجرد ما بتتحرك هو عمال بيعد. هتعمل 0 ل 100 هيحسبها لك، مش محتاج تقول له ريسيت ولا اي حاجه. هتعمل بعد كده 0 ل 100 تاني هيحسبها لك، هتعمل 100 ل 0 هيحسبها لك، هتعمل من 100 ل 200 هيحسبها لك. فهو طول الوقت عمال بيعد اي حاجه انت بتعملها طول ما انت مشغله، وكل الحاجات دي بتتسجل وتقدر ترجع لها بعدين. وعلشان تصور بيه فيديو زي الفيديوهات اللي انت بتشوفها اللي فيها عداد دي، بتعمل ايه؟ عندك زرار الكاميرا بتدوس عليه بيطلع لك شكل كاميرا بالمنظر اللي انت شايفه ده، بتدوس ريكورد. من ساعه ما بدات ريكورد بيبتدي يحسب من اول وجديد. ال 60 قدم بتقطعها في قد ايه، الصفر ل 100، الربع ميل، لو هتفرمل من 100 ل 0، لو هتقطع ربع ميل، لو هتقطع 8 ميل، كل الحاجات دي بيحسبها لك. وبعد ما بتخلص وتدوس ستوب للريكوردنج بتاع الفيديو، بتلاقي الفيديو متسجل عندك على التطبيق، وبعدين تختار ان انا عايز اعمل اكسبورت للفيديو ده. فانت لو كل الحاجات دي اتعملت وانت بتصور الفيديو، لكن انت مثلا عايز يطلع لك عداد بتاع 0 ل 100 بس، هتختار 0 ل 100. عايز عداد ربع ميل هتختار الربع ميل. وده شكل فيديو من الفيديوهات اللي صورتها وانا بجرب لك البرنامج. الصوره اللي الكاميرا مصوراها، وبعدين العداد بيبتدي يعد، وبعد ما بيخلص بيسيب لك العداد ده موجود. الابلكيشن برضو فيها الهيستوري بتاعك كله، كل الرنز اللي انت عملتها بدراجي، وبيقسمها لك حتتين، بيقسمها لك تحت ال 20 ثانيه وفوق ال 20 ثانيه، على اساس ان الفوق ال 20 ثانيه دي حاجات ايه كانت بالغلط او اتسجلت وانت ماشي او انت مش عايزها، على اساس ان ارقام الاداء بتاعتك المفروض تبقى تحت ال 20 ثانيه. وتقدر تخش تشوف الحاجات اللي انت عملتها وتشوف التاريخ وتشوف السلوب. من الحاجات الظريفه جدا في دراجي التايم سليبس. التايم سليب ان هو مثلا لو انت عامل 0 ل 100 بيقسمها لك من 0 ل 10 كيلومتر في الساعه في قد ايه، 10 ل 20، 20 ل 30، وهكذا. شوف انت نقلت على سرعه كام وشكل النقل عامل ازاي. في الجراف اللي فوق بتشوف السلوب بتاعك، بتشوف الدي اي، بتشوف درجه الحراره. فقصه التايم سليبس دي في دراجي مفيده جدا في تحسين التسارع بتاعك، تشوف انت العيوب فين، انت ممكن تحسن فين، انا ضيعت وقت فين، كل الحاجات دي ممكن تساعدك. بس كده، اتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، ونشوفكم الحلقه الجايه باذن الله. بقى اخيرا هنتكلم على الكيو 3 مقابل الكيو 4، حلقه مطلوبه من ناس كتير قوي. استنونا الحلقه الجايه. سلام عليكم.